أسعد الله مساءكم. في البداية رسالتي بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر. أولا أنا أهني أحفاد وأولاد أبطال ثورة 14 أكتوبر، ونقول لهم لقد سطرتم لكم مكانا بارزا في التاريخ. قاومتم المحتلين الإنجليز، قاومتم عفاش، قاومتم الحوثي، هزمتم الإرهاب، والآن أبنائكم في صعدة. في هذه المناسبة تعجز الحقيقة الكلمات عن حبي وتقديري واحترامي لهؤلاء الأبطال الذين الحقيقة مواقفهم معروفة بالشجاعة والوفاء. فبمناسبة 14 أكتوبر أقول لكم شكرا جزيلا على التضحيات، وأشكر أم الشهيد وأم المصاب وعائلة الشهداء وعائلة الجرحى، وأتمنى إن شاء الله أن الأمور تتحسن من أفضل إلى أفضل، والحكومة هناك تشد حيلها بالكهرباء والخدمات الأخرى. وأيضا أنا أطلب من إخواني وأخواتي في الجنوب وكل التنظيمات أن يجب أن يكون هدفكم واحد، وهو إسقاط الانقلاب. الآن في المرحلة الحالية يجب أن نركز على إسقاط هذا الانقلاب، لأن إذا ما سقط راح ينقلب عليكم. فمهم جدا الحقيقة في هذه المرحلة، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم في نصر إلى نصر. وأنا سعيد الحقيقة أني أنقل هذه الرسالة لكم، وكل فخر وكل اعتزاز بكم، والله إن شاء الله معاكم ويوفقكم يا رب.